هنحكي النهاردة حكاية جميلة من أجمل الحكايات، حكاية الجمل المغامر. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك جمل صغير اسمه صبران. كان صبران بيحب المغامرة، الجري بين الكثبان والجري ورا الزواحف والحملان. في يوم من الأيام قالت له أمه إنه آن الأوان يفترق عنها ويروح في رحلة طويلة لبلاد بعيدة للتجارة وزيارة البلدان. حزن صبران جدا لفراق أمه، لكن كان متشوق للمغامرة والسفر لكل مكان. اتحركت القافلة في الصباح وودع صبران أمه في رحلة طويلة تستغرق أيام وأيام. وفي منتصف الصحراء هبت عاصفة قوية وكثبان رملية حجبت الشمس، واتفرقت القافلة وضاع صبران في الصحراء، وما كانش شايف حد ولا عارف هو فين. الكل اختفى ورا الوديان، فقعد حزين وخايف من الضبع لا يفترسه. وهو قاعد حزين سمع صوت طائر بيقوله: انت مين يا مسكين، وبتعمل ايه هنا وحدك من غير رفيق؟ قال صبران للطائر اللي جرى وما رأى. قال الطائر وهو فرحان: ما تقلقش وما تحزنش، انا اعرف مكان قريب بيسكن فيه ناس ممكن يساعدوك ويطعموك، روح وما تكونش جبان. مشي صبران ووصل المكان، وهناك ربطوا شخص في نخلة كبيرة، وفضل هناك أيام وأيام. رجعت القافلة للديار، وكانت الأم بتستنى ابنها صبران، لكن الكل رجع إلا ابنها الحبيب. عرفت إنه تاه ومش هيرجع تاني. بكت أم صبران كتير وامتنعت عن الأكل، واحتار صاحبها الإنسان في اللي حصل لها وإزاي يقنعها بالأكل والشراب. كان صبران مربوط طول الوقت مش عارف يعمل ايه، وفجأة لمح فار صغير عند رجله. قاله: يا فار يا صغير، تقدر تقرض الحبل اللي أنا مربوط بيه في الشجرة؟ أنا هنا أسير وعايز أروح لأمي، أرجوك ساعدني. قال الفار: هتديني إيه مقابل العمل ده؟ مقابل إني أساعدك؟ قال الجمل بعد تفكير: أنا هاخدك معايا لديرتي وهأكلك كل يوم، ومش هتحتاج إنك تدور على طعام أبدا، وتعيش بينا زي الأمير. وافق الفار وأرد الحبل. هرب صبران وتاه في الصحراء وهو بيفكر في أمه والبيت الجميل اللي كان عايش فيه، وكان راكب من فوقه الفار، والطائر واقف برجله وفارد جناحيه. مشي الأصدقاء التلاتة أيام وأيام لحد ما شافوا عجوز بتركب حمار. حكى صبران للحمار. الحمار قاله إن هناك مكان مش بعيد يشبه المكان اللي انت وصفته. حبت العجوزة تاخد صبران معاها، لكن صبران رفض وهرب بعيد يدور على داره وأمه الحنونة. مشي صبران في الصحراء، شاف صبران وأصدقائه واحة جميلة ومياه وفيرة وثمار ناضجة. اتعرف صبران على واحد من ديرته من بلدته، فجري ناحية القافلة وقعد عند أصدقائه الجمال اللي افتكروه
وأخبروه عن حال أمه المريضة وإنها بتستنى رجوعه بفارغ الصبر. كملت القافلة المسيرة ورجعت للديرة، وهناك جري صبران ناحية أمه المريضة واترمى في حضنها اللي قامت فرحانة وانتفضت كأنها ما كانتش مريضة. رجع صبران لحضن أمه الحنونة، والطائر بيطير في السما ويرجع لصبران بين الحين والآخر، والفار ياكل ويشرب من غير تعب. قال صبران لأمه: دي كانت مغامرة مثيرة وتعلمت منها الكتير، لكن أهم حاجة تعلمتها إن الأماكن رائعة، لكن أروع مكان هو هنا في حضنك يا أمي. مفيش بعد حضن الأم. الله يرحمك يا أمي، يا من كنت لي الحنان والأمان. وبكده خلصت قصتنا، يا رب تكونوا استفدتوا منها وأكون قدرت أوصل لكم معلومة في حدوتة. أسيبكم إن شاء الله، أرجع لكم مع حكاية جديدة ويوم جديد بإذن الله.